لو عندِك منجاية واحدة بس اللي موجودة في البيت، تعالي نعمل بيها النهارده أحلى تحلية ترطّب عليكِ في الجو الحر ده، بجد يا جماعة خطير، خطير، خطير الحلا ده، فعلًا يستاهل منكم التجربة. يالّا بينا نسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. زي ما قُلت لكم إحنا هنجيب منجاية واحدة بس، واللي هيسألني عن نوع المانجا اللي أنا استخدمتها، أنا استخدمت هنا المانجا النعومي بتبقى حلوة جدًا وبتتقطّع لقطع كده وجميلة. لو مش متوفرة فممكن عندِك صديقة وعندِك كمان حاجة اسمها هايدي، يعني هُم دول بيتقطّعوا قطع كده وبيبقوا حلوين جدًا، جدًا. هنبدأ دلوقتي بقى إن إحنا نقطّع المانجاية مكعبات زي ما أنتم شايفين، هي مانجاية واحدة بس تكون كبيرة شوية، ونشيلها بقى دلوقتي على جنب. جِبت بعد كده 2 باكيت من البسكوت، أي نوع بسكوت سادة، أنا جِبت منه 2 باكيت كده وحطيتهم في كيس بلاستيك، ودي طريقة سهلة جدًا، جدًا عشان تطحني بيها البسكوت، بس أنا هنا مش عايزاه يتطحن ناعم أوي، أنا عايزاه يبقى خشن. حطيتهم في كيس زي ما أنتم شايفين، وبدأت إن أنا بالمدق بتاع اللحمة إن أنا أدُق عليه دقات كده بسيطة لحد ما اتفرم معايا فرمة خشنة. بعد كده رُحت جاية حاطة في كل بولة من البولات اللي أنا هاستخدمها حبة كده من البسكوت، وأنا النهارده عملت 6 بولات بالمنجاية اللي إحنا عملناها دي. بعد كده هنشوف الطبق اللي بعد كده عبارة عن إيه. أنا معايا هنا 3 كوبايات من الحليب حطيتهم في كاسرولة وحطيت عليهم كيس من الكريم كراميل، وحطيت عليهم كمان معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من السكر، دوبتهم الأول على البارد كويس جدًا، جدًا، وبعد كده رفعتهم على النار. وطبعًا في المرحلة دي إيدِك ما بتسيبش التقليب خالص، تفضلي تقلبيه لحد ما يبدأ يتقل معاكِ بالطريقة دي، تمام كده؟ بعد ما تقل بالطريقة دي وبدأ يطلّع فقاقيع، هنبدأ بقى ننزل في كل بولة بشوية من الكريم كراميل اللي إحنا عاملينه ده، تمام؟ طيب هنعمل إيه الخطوة اللي بعد كده؟ معاكِ معلقة كده، قلّبي بقى البسكوت مع الكريم كراميل اللي إحنا حاطينه ده، أنا عايزة البسكوت يدخل في الكريم كراميل، تمام؟ هيدّيكِ بقى طعم في منتهى الجمال. خلاص خلّصنا كده، هنسيبها بقى تبرد تمامًا الطبقة دي ونعمل الطبقة اللي بعد كده، اللي هي عبارة عن إيه بقى، أنا جِبت نُص كمية المانجا اللي معايا اللي إحنا قطّعناها مع بعض، وحطيتها في الدورق كده وبدأت إن أنا أضربها بالهاند بلندر أو تضربيها في الخلاط بدون ولا نقطة مَيّة، أنا عايزاها تبقى مانجا pure تمامًا. بعد كده رُحت جايبة نُص كوباية من المَيّة المغلية وحطيت عليهم كيس من جيلي المانجا، دوّبته كويس أوي، أوي في نُص كوباية المَيّة المغلية دي. بعد كده رُحت جاية حاطة عليه نُص كوباية من المَيّة الساقعة، وبعد كده نزلت عليهم بحوالي كوباية من عصير المانجا البيوريه اللي إحنا ضربناه في بالهاند بلندر، تمام؟ قلّبيه كويس وابدئي انزلي بيه كطبقة تانية كده على التحلية اللي إحنا عاملينها. قد إيه يا جماعة طعمها خطير الطبقة دي، يعني في حتّة تانية خالص. هنسيبها بقى طبقة الجيلي دي تجمد تمامًا، وبعد كده نبدأ بقى نزينها بالنُص التاني من كمية المانجا اللي إحنا كنا شايلينه. أنا حطيت عليه شوية من الشربات كده كان عندي تقيل في التلاجة، علشان بس يدّيها لمعة مش أكتر، وده كده شكل التحلية بتاعتنا قد إيه حلوة أوي.